كتاكيت المستمعين هديكوا 3 ثواني تفكروا مين أول ناس متسجل إنهم شتموا في تاريخ الكوكب الكبير ده كله. يا ترى احنا هنتعلم امتى؟ تفكر في ايه يا اسطى؟ والله طب عيب، والله ده يبقى عيب علينا لو طلعت برانا دي. احنا مش بس شتمنا، احنا عندنا فن تأليف الشتيمة واختيار فين ما يوجعك. اوكي، خلينا نبدأ من الأول خالص خالص خالص. قبل ما يبقى فيه لغة، قبل ما يبقى فيه كلمات أصلا، كان فيه مجرد صوت. الحيوانات لما بتتضايق ما بتكتبش بوستات، ما بتقولش حاسس إن في مشكلة وجودية كده. لا، الحيوانات بتزمجر. يا صاوي. الزمجرة دي مش هجوم، دي الطريقة اللي بيقولك بيها بطل اللي انت بتعمله ده انا بدأت اتعصب. وحسب البيبر اللي اتنشرت في مطلع القرن العشرين للفيلسوف والبروفيسور علم النفس الفرنساوي جورج باتريك، فالمفروض الشتيمة عندنا تكون التطور الطبيعي للزمجرة في الحيوانات، لكن على عكس الحيوانات الزمجرة هي بداية العنف، انما الشتيمة عندنا بتحصل لتجنب العنف. يعني هو انا لسه هبطل العربية واشد الهاند وافتح الباب وانزل اتخانق؟ ويا عالم اللي هتخانق معاه نازل بكازلك ولا ببلا ازرق ايه وممكن يكسر وش اهلي؟ طب ليه؟ طب ما اول ما يكسر عليا انزل الشباك سنه صغيره، اشتمه يشتمني، ارفع الشباك وانتهى الموضوع. قد يبدو الامر مريح يا عزيزي، وهو كده فعلا، وده اللي النتائج اكدته في التجربه اللي اتعملت بين جامعه كيل واكسفورد في 2020، واللي سالت سؤال: هل الشتيمه بتزود الراحه ومدى تحمل الالم عند اللي بيشتم؟ عشان يجاوبوا على السؤال ده شارك في التجربة 92 شاب، وقسموهم لمجموعتين أساسيتين. المجموعتين هيتعرضوا للألم عن طريق إن هم يحطوا إيديهم في بول التلج لمدة 3 دقايق. مجموعة هيبقى مسموح لها تشتم، ومجموعة هيبقى مسموح لها تقول حاجات تانية زي كلمة شبه الشتيمة أو حاجة تضحكهم أو وصف للترابيزة اللي عليها بولة التلج مثلا كده يعني. وقاسوا لكل واحد إمتى بدأ يحس بالألم وإمتى شال إيده من التلج، ضربات القلب وحاجات تانية كتير. النتائج جت زي المتوقع. الجروب اللي كان مسموح له يشتم استحمل أكتر وحس بالألم متأخر تقريبا بمدة أزيد ب 33% من المدة اللي قضاها الجروب اللي كان ممنوع يشتم. فممكن نقول إن الشتيمة هي ممكن تغلوش على الألم فعلا، لكنها مش هتلغيه طبعا، ولكن ممكن تريح مؤقتا. لكن خلي بالك يا كتاكيت المستمعين، مفيش حاجة ببلاش. في كتابه The Stuff of Thought اللي اتنشر سنة 2007 بيحكي ستيفن بينكر عن اللي بيوصفه بدائرة الغضب، واللي بيحكي عنها انها مسار عصبي بيبدأ من اللوزة الدماغية وبينزل على تحت عن طريق الهايبوثالاموس لغاية ما يوصل المادة الرمادية. الدائرة دي بتشتغل أول ما تتفاجئ بألم أو استفزاز، وبتشتغل بسرعة قبل ما تفكر. استثارة الدائرة دي بتخلي الشتيمة تطلع كأثر جانبي، حاجة سريعة ومباشرة كأن الدماغ بيقول أنا اتلسعت. بس المشكلة إن الاعتماد المتكرر على الزرار ده بيخلي الدماغ يحبه زيادة عن اللزوم. كل مرة تشتم المسار ده بيتنشط، ومع الوقت يبقى أسهل وأسرع، بينما المسارات اللي مسؤولة عن التحكم والهدوء اللي في الفص الجبهي تبدأ تتهمش. يعني الشتيمة بتريحك لحظة، بس لو بقت هي الحل الدايم بتاعك ودماغك اتعود على الرد السريع بدل الرد العاقل، هتبدأ الشتيمة تبقى اختيارك الأول دايما. وبالوقت مع التحفيز المستمر لدائرة الغضب، الشتيمة العادية القليلة تبقى ولا حاجة. إدمانك هيبقى محتاج أكتر، فهتبدأ تشتم أكتر وأكتر وتهمش أكتر الفص الجبهي اللي مسؤول عن إيه ينفع يتقال في المجتمع وإيه اللي ما ينفعش يتقال في المجتمع. أيوة هو الفص اللي أنت بتتجاهله تماما ده وتقول لك كفاية خوف من المجتمع وتطرقع واحدة unpopular opinion تجيب أجل جول. هو ده وده يفسر ليه في ناس ممكن تشتم تلقائي حتى من غير سبب واضح. يعني مثلا الدراسات العصبية لمرضى متلازمة توريت، متلازمة بيكون فيها المريض عادي وبعدين فجأة يعمل حركة غريبة، يطلع صوت، يشتم كده يعني. باستخدام البيت سكان ورت ان نوبات الشتيمة القهرية بيبقى فيه نشاط عالي في منطقة تخطيط الكلام مع نشاط عالي برضو في مناطق عاطفية في الليمبك سيستم. يعني الكلمة ما بتبقاش طالعة عشوائي، دي عملية كلام كاملة متشابكة مع عملية مشاعر كاملة ما بيشاركش فيها الفص الجبهي المسؤول عن ايه اللي المفروض يتقال قدام المجتمع وايه اللي المفروض ما يتقالش قدام المجتمع. الشتائم على مر العصور والمجتمعات كان في منها ياما، واختصارا عليك عزيزي الملول ذو البرين روت وادمان السكرول هديك الانواع الاكثر دراسة في الابحاث. لكن الاول لازم تبقى عارف ان الشتائم موقعها على الودن ورد الفعل عليها بيتغير من ثقافة للتانية ومجتمع لتاني. للأسف مفيش حاليا في مصر أبحاث عن إيه أنواع الإهانات اللي بنستخدمها أكتر حاجة، لكن فريق الإعداد العظيم بتاعنا أنا لقينا بحثين كانوا اتنشروا، واحد في أندونيسيا 2021 وماليزيا 2019. وكمجتمعات إسلامية أعتقد إننا قريبين منهم، واللي يهينوا كمجتمع متحفظ عموما يهني برضو كمجتمع المفروض أصله متحفظ. البيبرز دول كانوا بيشرحوا إن الشتيمة مش عشوائية ولا مجرد قلة أدب،
تستخدم، لكنها لغة ليها مصادر ووظائف وأنماط واستخدامات واضحة. فأغلب الشتايم في كل الثقافات اللي شبهنا بتيجي من نفس الخزنة تقريبا. جسمك وجنسك لأنهم تابوهات في مجتمعنا، الشرف والعيلة لأنهم رصيد اجتماعي مش فردي برضه في مجتمعنا، في ثقافات تانية مش عندها الكلام ده أبدا. التشبيه بالحيوانات للتقليل من الإنسان من كائن عاقل غريزي، في حين إنه في ثقافات تانية شيء جميل لأنه يدل على القوة الخارقة والعنفوان والوحشية. الغلط في الدين والمقدسات لقيمهم الرمزية العالية، وأكيد برضو ده في مجتمعات متحفظة زينا. أو التقليل من الذكاء والقدرة العقلية لنزع القيمة من الإنسان أصلا. ولا يزال يا كتاكيت المستمعين سؤال الحلقة قائم: مين أول واحد شتم في التاريخ؟ طبعا مش معروف لغايه دلوقتي حاجه زي دي، لكننا عندنا اول شتيمه متسجله في التاريخ. حسب كتاب Swearing: A Cross-Cultural Linguistic Study اللي اتنشر في 2011، فاول شتيمه متسجله في التاريخ اتلقت على لوح حجري محذوف ناحيه واحات الدخله في مصر، واللي بترجع لعهد رمسيس الثالث في حته ما بين 1198 و 1166 قبل الميلاد. اللوح حاليا معروض للاسف في متحف اشموليان في اوكسفورد. النقش اللي في اللوح ده بيحكي انه موظف محلي اسمه هارين تيبيا قرر يقدم قرابين يوميه 5 ترغيفة عيش عند روح والده المتوفي للآلهة. القرابين دي حاجه ابديه ملازماه، واللي ينفذها صح من الكهنه هيكون تحت حمايه الاله آمون رع. المثير في الموضوع هو التهديد اللي ما يلتزمش بالتعليمات في إدارة الوقف اللي عامله الحاج هارنتبيا ده. العقاب اللي كان مكتوب حرفيا ان الشخص ده سيقع تحت سيف آمون رع. بس دي مش الشتيمة انه كان اللي هيغلط الغلطة بعد ما يقع تحت سيف آمون رع هيلاقي حمار وهو مع الحمار. مش بس كده، ابسولوتلي ابدا، دي مراته مع عياله، ويلا بقى خلي اللي اتفرج. انت متخيل القوه؟ ده استنفذ كل مخزون الاهانه في جمله واحده. يخرب بيتك، يخرب بيت الولد الحقيقي اللي رباك، يخرب بيته. اهان الكهنه فكده اهان مقدسات، شبههم بالحيوانات يمكن اقل، اهان الشرف والعيله مع بعض، اهان الزوجه واهان العيال، يخرب بيتك. اللي حابين نشاور عليه كتاكيت المستمعين هنا هو ظاهره مجتمعيه بدات مع بدايه الحياه على الكوكب وموجوده وهتكمل. قد تكون مفيده في مره افك بيها زنقه واعدي بيها موضوع ممكن اتفاداه واتفادى مشكله اكبر، لكن خلي بالك كتاكيت المستمعين ان الشتيمه ادمان، حرفيا وعضويا هي ادمان. وكل ما دايره الغضب عندك اتعودت كل ما هتطلب اكتر وهتزيد فظاظه اكتر، وكل ما تكون فظ مع الناس هتفكس لك. ومجتمع فظ هو مجتمع غير مريح ومحدش هيرتاح ابدا فيه. فيا ريت نحاول حتى لو بنشتم اننا نتكسف على دمنا وما نحاولش ناخد الموضوع في اتجاه انه عادي وكل الناس بتعمل كده وبتاع. وبس كده، شكرا انكم اتفرجتوا على الحلقه لحد هنا. ما تنسوش تلفوا لفه في القناه، هي قناه رائعه بصراحه، اعطيها 9.84 ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، انتوا عارفين بقى الحاجات دي يعني احسن مني دلوقتي. وبس كده، شكرا انكم اتفرجتوا لحد دلوقتي وسلام. السلام عليكم. سلام.